السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هعمل الكشري المصري معاكم زي بتاع امهاتنا وجدتنا اللي كان بيقدموه لنا احنا كنا في بيوت اهالينا. تعالوا بقى نشوف الطريقة النهارده والتفاصيل. بجد النهارده هتعملوا احلى طبق كشري. اول ما تشوف الحلقة وتقومي تنفذيه اللي هتقدميه هتقولي جايبه طبق الكشري ده منين. هيبقى اجدع من جاهز بكتير. ولا تقولي بقى كشري ابو طارق ولا اي محل دقت عنده كشري. ان شاء الله هنقدمه بتفاصيل النهارده. محتاج بس شويه تركيز عشان تعرفوا كل التفاصيل بتاعه الكشري اللي هنقدمه النهارده. نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا معاكم حلقتي النهارده للكشري المصري على اصوله. لو حضرتك جديده معايا في القناه اوعي تنسي ان انت تعملي لي الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. انا بجيب الحمص والعدس قبلها بيوم بغسلهم كويس جدا وبنقيهم من اي حاجه تكون بايظه او حاجه زياده في العدس او الحمص. وبعدين اغسلهم وانقعهم لتاني يوم. وتاني يوم بقوم اصفيهم واغسلهم مرتين كده بضمير. وبعد كده بحطهم في حله واحط عليهم ميه واسيبهم يتسلق. بس خليكي معايا للفيديو النهائي عشان في للحمص وصفه كده بحطها عشان يديني طعم. هو ده اللي هيختلف عليه الاخرين. هنا معايا 3 بصلات بحجم متوسط بقطعهم جوليان. عايزه تقسميها بالنص وتقطعيها على طول مره واحده ما فيش مشكله. عايزه تقسميها على 4 وتقطعيها ما فيش مشكله. هنا بس اول حاجه بنبدا بيها البصل اللي احنا هنحطها على وش الكشري. ليه؟ هقول لكم دلوقتي في التفاصيل. انا حطيت شويه ملح مبهر وسبتهم على النار لغايه ما البصله صفت الميه بتاعتها. وبدأت ان انا احط الزيت بس حطيت الزيت بكمية كبيرة جدا عشان الزيت ده هستخدمه وهعمل بيها بقية الوصفة. خليكم معايا بالحلقة اللي انا اقول لكم على شوية تكات هيظبط معاكي طبق الكشري. هنا بعد ما حمرت البصل هبدأ ان انا اشيل البصل من الزيت واحطه في مصفى عشان يصفي الزيت بتاعه. حابة تحطيه على مناديل دي بترجع لك براحتك. هنا الزيت اللي انا حمرت فيه البصل هسيبه على جنب. كل ما اعمل حاجه احط شويه زيت من اللي انا حمرت فيه البصل. هنا معايا الميه اللي انا هسلق فيها المكرونه. حطيت شويه ملح وحبه زيت من اللي انا حمرت بيهم البصله. وبعد كده هبدا ان انا احط المكرونه بتاعتي. هنا حطيت ملح مبهر. يوم متوفر عندك ما فيش مشكله مش متوفر ما فيش مشكله. وبعد كده هبدا اضيف المكرونه بتاعتي وهقلب فيها كويس جدا. اول ما تخش على السوا بنطفي النار عليها ونبدأ ان احنا نصفيها عشان ما تتعجنش معايا. زي ما انتوا شايفين هنا انا قعدت اقلب في المكرونه كويس جدا عشان ما تتعجنش وتمسك معايا. وبديت هنا قطعت بصلتين برضو عشان نعمل بيهم الصلصه. انا بحب اعملها بالبصله وفي ناس بتحب تعملها بالثوم. انا هعمل خليط بين الاتنين البصل والثوم. هنا بعد ما البصله صفت الميه بتاعتها ونشفت حطيت من الزيت اللي انا حمرت بيها البصله الاولانيه اللي انا هضيفه على وش الكشري من فوق اللي هو التزويق. هنا بقى بحط الميه على المكرونه بتاعتي بعد ما اتسلقت وصفتها وهسيبهم بقى على جنب كده لغايه ما تبرد او معنى اصح لغايه ما اخلص الكشري بتاعي. وهنا غسلتها كويس جدا وبضيف عليها الميه البارده عشان ما تتعجنش معايا. زي ما انتوا شايفين طالعه زي الفل. وهنا بقى هضيف عليهم 4 معالق من الزيت واقلبهم كويس جدا. بس خلي بالك انا ضفت 4 معالق عشان كميه المكرونه كتير. لو قليله هتضيفي معلقه ونص او معلقه. هنا بقى بعد ما البصله بتاعتي حمرت حطيت الثوم بتاعي وهبدا احمرها وهصب عليهم الطماطم المعصوره. وبعد ما عصرتها في الخلاط صفيتها عشان دايما البصل يعني الصلصه بتاعت البصله زي كشري اي طبيخ مثلا فاصوليا حاجه لازم تتصفى غير المحشي. هنا بقى تكايه مهمه جدا ركزوا فيها. هنا حمرت تومه وحطيت عليهم قد نص كوبايه او كوبايه من عصير الطماطم المصفى. وهنا هحمر المكرونه بتاعتي بالزيت اللي انا حمرت فيه البصل الاول حاجه. وبعد ما احمر المكرونه واحط عليها كوبايه ميه هبدا احط عليها اللي هو الثوم بالطماطم اللي انا حمرتها في الاول اللي انا حمرت فيها الثوم وحطيت عليها كوبايه من طماطم ضفتها عليها بعد ما اتسبكت.
والتوابل دي هضيفها معايا في المكرونه، زي رشه من السكر، رشه من الجنزبيل، توابل صلصه معايا، الخلطه السريه. وطبعا التوابل المتوفره عندك، اي حاجه متوفره عندك ممكن بينفع، بس التوابل دي عندي انا متاحه، عشان انا ما فيش اي وصفه غير ما بحط فيها التوابل. هنا انا حمرت بصله عشان هضيفها على الرز. هقولك ازاي. انا يعني انا وريتكم التسبيكه بتاعت السبيكه خلاص بعد ما حمرت البصل والثوم. هنا هبدا ان انا احمر الرز بتاعي بعد طبعا ما غسلته وصفيته. قسمت النص، يعني مثلا الكيلو بتقسميه نص، تحمريه كويس جدا وبتضيفي عليه النص التاني وتقلبيه، وبعد كده بتضيفي عليه البصله. ده حاجه سهله، مش متعبه ولا فيها اي افتكاسات جديده. زي ما انتوا شايفين كده انا ضفت البصل بتاعي وقلبته مع الرز لغايه لما اتحمص معايا. هبدا ان انا احط شويه ملح وشويه فلفل، وبعد كده ببدا ان انا اسخن ميه واضيف عليها الرز. بس هنا طبعا انا ضفت العدس معايا. بجد وصفه العدس مع الرز جميله جدا. هو مش مسلوق بس منقوع قبلها بيوم، وبضيف الميه مش كتير، يا دوبك تكون مغطيه الرز، لان العدس هيصفي الميه بتاعته، فهيبدا يزود الميه معايا في الرز عشان الرز ما يتهريش. وبكون مسخنه ميه زي ما قلت لكم في الاول، وبضيف عليها على الرز والعدس. هنا بقى حمرت شويه توم وحطيت نصها في الحمص، والنص التاني حطيت عليه نص كوبايه من عصير الطماطم اللي هو انا عصرتها في الخلاط وصفيتها يعني. وبعد ما تتسبك بضيفها على الحمص واسيبها تاخد غلوه، بس طبعا ده بعد ما استوى مش قبل ما يستوي. وبعد كده هسيبه يغلي معايا غلوه واحده وهطفي عليه النار. بجد هتاكل احلى حمص. هنا ده الرز بالشعريه، قسمته نصين برضو، حمرت النص كويس جدا، والنص التاني الابيض حطيته عليه، وحطيت عليه الشعريه. بس قبل ما احط الرز الابيض بحط الشعريه تتحمر معايا. عايزه تحمري الشعريه وتحط الرز على طول ما فيش مشكله، بس كده الطريقه دي كويسه ان انت تحمري اول نص من الرز، يعني تقسمي النص الكيلو بالنص، نص تحمريه والنص التاني بتضيفيه بعديه ما يتحمر. وبتضيفي طبعا الشعريه قبل ما تضيفي الرز الابيض لغايه ما تتحمر الشعريه مع الرز الاولاني. بتبداي تضيفي الرز الابيض، والشعريه بتضيفيها بعد الرز ما يجي يتحمر. وبعد كده بتضيفي الرز الابيض وتقلبيه وتحطي الميه بتاعتك، وتكون يا دوبك مغطياها بشويه صغيرين. وبعد كده بتسيبيه تشرب الميه وتوطي عليه النار. والدقه سهله جدا. بتحمري التومه وتحط بعد ما تتحمر بتحط عليها ربع كوبايه من الخل وكوبايه من الميه وعصير ليمونه واحده، وتحط رشه من التوم البودر، وتظبطي الملح بتاعها. وعايز تحط رشه من الشطه مفيش مشكله، بس احنا مش بنحب الشطه، فممكن تحطي رشه من الشطه وتحطي كمون خام، وتبدا الدقه تكون جاهزه معاكي. هنا بقى ببدا ان انا اضيف المكونات اللي انا عملتها كلها. بضيف الاول الرز الابيض، وبعد كده الرز بالعدس، وبعد كده المكرونه المحمره، بعد كده المكرونه البيضاء والصلصه والحمص. وزي ما انتوا شايفين هنا بعد ما ضفت المكرونه بتاعتي هبدا اضيف المكرونه البيضاء، وهضيف الحمص بتاعي، وبعد كده البصل، وبعد كده الصلصه. وطبعا التزيين ده او طريقه التقديم دي بترجع على حسب الرغبه، يعني على حسب يعني رؤيتك للطبق عامل ازاي وانت هتاكليه ازاي، لان الحاجه دي هترجع لك. التزويق ده عامه بيبقى على حسب التقديم، يعني حسب اللي بيقدم الحاجه. زي ما انتوا شايفين كده انا بضيف التكات بتاعتي، وبرضو دي حاجة ترجع لكم، مش حاجة اقدر اقولك عليها انت ممكن تعمليها ازاي او تعمليها بخطوات. دي بترجع على حسب الرغبة. يا رب بس يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بالاشتراك وتفعلوا معايا طبعا جرس التشغيل عشان كل فيديو انا جديد بنزله. اتمنى ان حضرتك تفعليه عشان تشوفوا كل الفيديوهات بتاعتي اللي انا هنزلها، وكمان تديني لايك للفيديو.